قبل ما نبدأ في الملخص، لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك، اشترك لو لسه مش مشترك، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. في يوم من الايام وليلة من الليالي كان في مدينة اسمها موشي، حاكمها الملك تانج اللي كان مستني ولي العهد فارغ الصبر. وفي يوم مراته كانت بتولد، وعلشان الملكة كانت ضعيفة ومش مستحملة الولادة فحب يشجعها، خلى الجيش يطبل لان مراته بتستمد قوتها من الطبول، بس للاسف جلت منه. والحركة اللي عملها خلت ملك بلد تانية فكر انه بيعلن الحرب عليه في نص الليل. ويلا عركة اقعد بس يا حاج ريح فين في الوقت ده. عرف الملك ان مراته خلفت بنت، بس للاسف ماتت، فقال للمساعد بتاعه انه خلف ولد، واي حد يسأله يقول له انه ولد علشان السلطة ما تروحش منهم. وقتل كل اللي ولدوا الملكة علشان ما حدش يقول سرهم. في الوقت ده كان ملك الدولة التانية عارف ان ما حدش خرج من مدينة تانج اصلا، ففكر ان تانج بيخدعه. طب ساكت مات، بس قبل ما يموت وصى ابنه شيوان لو عثر في حد من بلد تانج يقتله. بيتربي الولد على الغل، مش ذنبه ان ابوه غبي. وفضل الملك تانج يربي بنته نان على انها ولد، ووصاها ما تقولش لحد على سرها. ومات الملك الله يرحمه، وتولت نان حكم البلد وهي صغيرة جدا، وبقت الملكة شاو. كبرت نان ويا ريتها ما كبرت، البلد كلها في حالة فوضى. الست بتعمل شغل الراجل، والراجل كيكة بسكر وخلطة بيضة بالصلصة. وكان الكل شايفها لا مؤاخذة الوان لانها مش راضية تتجوز، ما يعرفوش انها اصلا بنت. وكانت دايما في صف الستات وحاجة فيمينيست قوي. وشيوان كبير كمان وكان سفاح يحب الخناق قد يعني تقولش بجمان. وفي يوم ما يعلم به الا ربنا راحت تشاو عشان تصطاد، وكان الجنرال بتاعها بيكرهها وعايزها تموت علشان يمسك العرش مكانها، فأجر قاتل يقتلها وهي في رحلة الصيد. لكن من حظه الهباب كانت تشاو قابلت شيوان، وقبل ما يتعرفوا على بعض دارت عركة بين شيوان والقاتل لأنه فاكر إن حد مأجره علشان يقتله. ولما جت تشاو تنقذ شيوان أغمى عليها، وعرف في الوقت ده إنها واحدة ست، بس كل ده ما يعرفش هي مين بالظبط، وأخدها معاه القصر. ودخل ناس على تشاو وهي نايمة وكانوا فاكرينها شيوان وعايزين يقتلوها، لكن فجأة دخلت عليهم مديحة اللي بتحب شيوان فاستخبوا. وديحة اتجننت اما شافت ست في سريره. انتي مجنونة اصلا لو فاكرة هيحبك كام متر ونص انتي. المهم دخل شيوان فاستخبت هي كمان، وشافت الحرس في الدولاب فسكتها واحد بطريقته عشان ما تفضحهمش. وبعد ما مشي شيوان طلع القتلة التلاتة وقالوا لتشاو انهم تبعها وهم هنا علشان ينتقموا لعيلتهم، وهي مش مجمعة علشان الخبطة اللي خدتها في دماغها فقدتها الذاكرة. وادوها سكينة علشان تقتله في اي وقت مناسب. جت تقتله وقعت زرع بصل فاشلة حتى في المشي. يا جماعة قلنا الستات ما تمسكش منصب، دي ماسكة نفسها بالعافية. وراحت مديحة جابت امها علشان يروحوا يقرروا المزة اللي قفشتها ديحة في اوضة شيوان، لكن بنتنا نفختهم. وبعدها راحت لشيوان اللي قالها تحميه اهو ترد الجميل اللي عمله لها، وهي فضلت مستحملة عشان تنتقم زي الحراس ما قالوا لها، لكنه قفشها وهي بتحاول تخنقه وغرقها في المية. جت ماسكة مسحب كرامته الحمام وقالت له مش كل من اكل لحم خنزير اتجوز خنزير، انا خنزير ده انتي نهار ابوك اسود. فقام بعتها المديحة تربيها على اللي عملته معاه. في الوقت ده شافت تشاو الايمان اللي بتحبها وهي ممسوكة كأسيرة من حرس شيوان، وكانت مديحة مكفرة تشاو بالليل وشيوان مكفرها بالنهار. دي هتنفخكوا بس لما ترجع بلدها. وعلشان تطلع غلها في مديحة قالت لها لو عايزة شيوان يحبك تبقي عنيفة معاه، وكل ما تهني اكتر يحبك اكتر. وطبعا مديحة صدقت وراحت لشيوان وهو بيستحمى وعملت له فيها المرأة الحديدية. جت الحديدة مشطفة وشها ولبستها تشاو في حيطة، فجابها شيوان وقال لها جرى ايه يا أزعة، انت محدش قدرك، انت بتنتقمي مني ولا منها؟ قالت له منكم انتوا الاتنين. يا سلام على صراحتك يا بت يا تشاو. وكالعادة اتخانقوا سوا. وبعدها قابل شيوان مينج اخته اللي قالت له انها ملاحظة ان تشاو قوية وعندها مهارات في القتال كويسة، وطلبت منه يستغلها في قتل تشاو نان. ده انتوا هتتفاجئوا في الاخر. في الوقت ده كانت تشاو نايمة مع الحرس اللي متفقين معاها على قتل الملك، وكانوا بيحاولوا يقنعوها انها اختهم التالتة وهم ولا يعرفوها اصلا. استغلال وخلاص. واتفقوا على خطة هينفذوها يوم العزومة اللي عاملها شيوان علشان المبعوث الاجنبي. وكانت الخطة انهم يحطوا سم لشيوان في النبيذ ويحفروا خندق يهربوا منه بعد ما يموت. وبعد ما ناموا دخل عليهم واحد وكان عايز يقتل تشاو، بس شكله كده قاتل خايب مالوش فيها. ولما سألها انت تشاو نهن قالت له انا يا ابني، وعملت
اتحرمت من بنها، فسابهم القتل ومشي وحاول يقتل بطريقه شوان، بس على مين ان شوان يهلفين، لكن قدر القاتل يهرب من شوان وحراسه ودخل على اخته وهددها لو قالت ان في اوضتها هيقتلها. ولما جه شوان قالت له مفيش حد هنا، وفضلت تتمسكن على القاتل لحد ما خبطته ببرد شاي في دماغه، بس قدر يهرب برضه. وتاني يوم عرض شيوان على تشاو تمثل انها زوجته قدام المبعوث علشان ما يجبروش انه يتجوز اخته، وفي المقابل هيديها 100 قطعة ذهبية. ووافقت، بس قبل ما توافق قالت له انه لازم يستغل الفرصة دي حتى لو مش بيحب اخت المبعوث، فلازم يتجوزها علشان يضمن تحالف البلدين سوا. واعجب شيوان بدماغ تشاو واستغرب لانه كان فاكرها عبيطة ما عندهاش مخ ايه يا ابني، دي ملك مدينة موشي. واول ما وصل المبعوث الاجنبي سخنته تشاو عليه وقالت له خليه ينزل مع الحصان ويجي لك ماشي، هو في قصرك كده في اهانة ليك، ولو دلوقتي ركب الحصان بكره هيركب القصر كله. واقتنع بكلامها ولا كانها سحره له، لدرجة انه قال للمبعوث الاجنبي لو ما نزلتش من على الحصان وجيت لي ماشي لف وارجع من الباب اللي دخلته. فرجع المبعوث وده خوف شيوان، بس تشاو كانت متأكدة انهم هيرجعوا، وفعلا اخت المبعوث خلته ينزل ويرجع له شياو لان هي كمان بتحبه. ده مش شيوان بقى، ده سما العاشق. ورجعت تشاو للعبط اللي معاها وقالوا لها انهم حطوا سم في النبيذ بتاع شيوان، وكانت مديحة سامعاهم. وقال واحد منهم لتشاو هيكون معاهم حد كمان للهروب من النفق بعد ما ينفذوا خطتهم، والحد ده ليمان حبيبة تشاو. واول ما شافتها في هيئتها الحقيقية تنحت، بس طبعا بنتنا عملت عبيطة وان ده مجرد سوء تفاهم، وقالت لها ان اسمها جوان. ده احنا هنتقتل للصبح صح يابا، صح يا قلب بابا. واقنعت باقي الحرس انهم هيسيبوا ليمان تيجي معاهم، ونزلوا بعدها للنفق علشان يشوفوه. وفجأة جه شوان ونادى عليهم، وطلعت تشاو تتوه وتغطي على الباقيين، وقال لها انه عامل عزومة للمبعوث الاجنبي وهي هتحضرها، وطلب منها تبقى لطيفة وتتحكم في اعصابها شوية. وكان لسه هيدخل لمكانها السري وقفته بطريقتها، قال ايه انت وسيم ولا تقهوى، فاتكسف ومشي بسرعة. وجي وقت العزومة وكانت اخت المبعوث بتحاول تشقط شوان، بس ابننا تقيل ما تهزوش واحدة غير تشاو اللي دخلت قلبنا شخصيا، بس ازاي لازم شخصيتها المجنونة تخرج. فقال لها المبعوث ترى ايه انت بشخصيتين؟ قالت له زي لما جابتها قصدي اختك، انا بقول تقعدي وكفايه فضايح. ولما سأل المبعوث شيوان وتشاو عن الزواج المتبادل بينهم قالوا انهم مش جاهزين للحوار ده دلوقتي، وده معناه انهم بيرجعوا في وعدهم معاه. وبدأت تشاو تغلوش على الحوار علشان المبعوث ما يتعصبش. في الوقت ده كان القاتل عنده اخت شيوان وهددها لو ما جابتلوش دواء للجرح اللي عملته له هيزعلها. قالت له عينيا، يعني رايح تطلب العلاج من اللي معورك؟ وفعلا حطت له بدل الدواء سم. ونرجع للعزومه اللي بلغت فيها مديحه الحرس عن خطه تشاو لقتل شيوان، والحرس حصروها وقالوا النبيذ في سم، بس غلها اتقلب عليها وطلع مفيش حاجه. وده طبعا لان تشاو كانت عارفه باللي مديحه الحربايه هتعمله، وتعمدت طول الخطه علشان عارفه انها سامعاهم. ومش بس كده، لا ده المبعوث طلب من شيوان يخلي تشاو هي اللي تحكم عليها بالعقاب بما ان هي اللي اتهمتها بالباطل. فقالت لا ده انت توريني بقى عجين الفلاحه بيتعجن ازاي. وفضلت بعدها تسكر لغايه ما خلصت خزين الشهر كله، فرجعها شيوان اوضتها وفضل طول الليل يفكر فيها ايه وقعت يا جميل ولا ايه. في الوقت ده راحت تشاو لعصابتها ودخلوا النفق، وبعدها كانوا عايزين يحفروا حفره صغيره كمان تخرجهم بره القصر خالص، ودقت بيهم الدنيا وجم تحت حمام شيوان وحفروا. قامت وقعت ميه الحمام كلها على دماغهم، بس وقفت تشاو وخلت باقي عصابتها يخلعوا قبل ما شيوان يشوفهم. فاخدها وقعد يقرر فيها انت يا بت انت مين سلطك عليا. فضحكت عليه وقالت له انها بتحبه، فحبت تحفر ممره عشان تراقبه في صمت. قال لها انا عارف اني امور بس مش للدرجه دي يعني يا شاو. والعبيط صدق تمثيلها، حقك يا ابني دي ولا الاستاذه سعاد حسني. فقام هو موقعها في حبه بجد، بس بعد ما خرجت من عنده قالت لنفسها لا فوقي تحبي مين، احنا جايين ننتقم. ولما راحت لعصابتها تبهدلهم على اللي عملوه لقيت المبعوث هناك وسمعها وهي بتعترف بخطتها لاختيار شيوان. فقال لها احنا نعمل ديل سوا، تساعديني اخلي شيوان يتجوز اختي وانا مش هفتح بقي. في الوقت ده كانت اخت شيوان حابسه القاتل حبسه سودا لغايه ما اعترف انه جاي القصر هنا علشان يقتل الشخص اللي شيوان انقذه في الغابه، وانه كان فاكره تشاو ملك موشي لكنه لقى واحده ست شبه الملك قوي. وتاني يوم كان المبعوث
برازة شاو في كل حتة، بس خلعت منه وراحت لوالدة شوان وقالت لها ان شوان هنها امبارح ومسح بكرامتها الارض. ولما جه شوان ووالدته سألته هو عمل كده ولا لا، قال لها حصل يا ماما، وكله انصدم. انت اعترفت بسهولة كده ليه يا ابني؟ ولما بدأت والدته تتعصب قالت لها تشاو والله ابدا يا حماتي، ده هزار مرتبطين، اصل احنا بنحب بعض. فقالت له ياخد باله من تشاو ويعملها كويس، وكان غرض تشاو من الحوار ده انها تنكشه باي طريقة علشان يصدق انها بتحبه فتقدر تنتقم منه. بس ده عصب اخت المبعوث جدا، لكنها ما قدرتش تفتح بقها. رجع شيوان لاوضته ولقي مفتاح واقع في الارض والدولاب مفتوح، فقال انها كانت بتتآمر على قتله مع القاتل اللي شافه قبل كده. لا في دي ما عندكش حق، ده كان عايز يقتلها هي. فجابت شاو عنده ورمى خنجر في وشها وقال لها اتفضلي اقتليني، مش ده اللي انت عايزاه. فبدأت تتمسكن وتعيط، قال لها بطلي كهن بقى علشان انا مش هصدق تمثيلك. فجابت له عصابتها وقالوا له انهم اهلها وانها كانت بتحبه من اول مره شافته فيها، ودايما بترسم له صور في كل مكان، وحلفت انها مش هتتجوز غيره. فاضطروا يحفروا النفق علشان يساعدوها تقرب له، وكانوا بيستخبوا في الدولاب عشان محدش يشوفهم. وفعلا لقوا صوره ليه في اوضتها كانت ليمان اللي رسماها، وكل ده خطه من تشاو علشان تقنع شيوان انها بتحبه. والعبيد صدق كالعاده ورجعوا بعد كده لاوضتهم واتفقوا ما يعملوش اي حاجه غير بعد جواز شيوان من مينجا. وتاني يوم راحت مينج المديحه وامها وقالت لهم انهم هيروحوا الميدان الحرب علشان يشوفوا حصان الامير تيان، وده حصان قوي مش اي حد بيشوفه، ولو حد استفزه ممكن يقتله زي ما عمل مع الخادم قبل كده. وديحه طبعا مش هتفوت فرصه زي دي عشان تأذي بيها تشان، خصوصا لما عرفت انها هتحضر عرض الحصان ده. ولما راحوا الميدان فاجئتهم تشاو بخبرتها الكبيره في الخيل، فقال لها المبعوث عرفتي كل ده منين يا قروبه؟ قالت له مين العبيط اللي ما بيفهمش في الحصانه؟ قصدي انا اللي ما بعرفش. واستغلت الحربايه كلامها وناشت الحصان بطوبه فطلع يجري بتشاو، وشيوان في ثانيه كان وراها على حصانه وفعلا قدر يوقفه، بس وصلوا مكان بعيد قوي. بدل ما يجيب لها شوان اكل عدل جاب لها اكل خلى دماغها راحت منها على الاخر، فربطها في الشجره لتاني يوم. اهو الراجل حيلته ايه غير شرفه. ورجعوا القصر تاني يوم وعاقب الملك مديحه على اللي عملته وخلاها تحمل حصان وتاخد بالها منه. وانتشرت اشاعه في القصر ان الملك والاخت التالتة تشاو كانوا بيحبوا بعض في الغابه، وفضلت عصابتها تلومها على اللي سمعوه. طب ادوا حتى البت فرصه تفهمكم. وكانت مديحه هتولع من الغيره وبتتمنى تشاو تموت، وبتقول انها عايزه تحط لها حاجه في الشاي وتخلص منها. وبعدها بعتت لها الخدامه بتاعتها بشاي فيه سم، لكن على مين؟ دي 150 سنتي بس قروبه، وكانت حاسه ان الشاي من غير سبب كده في حاجه فشربته. وبعد ما مشيت الخدامه رجعته تاني لانها ما كانتش بلعته وعملت نفسها ميته. وما عرف شيوان كان هيقتل الخدامه اللي شربتها الشاي، لكن مديحه جت تدافع قامت وقعت بالكلام انها حطت لها حاجه في الشاي بس علشان تنقذ نفسها. قالت انه دواء للكحه مش سم، وما كانتش متوقعه انها هتموت بسببه. وفجاه فاقت تشاو اللي اول ما شافها شيوان اخدها بالحضن، باين التقل ولا باين اكتر، وجابت تشاو الشاي وقالت لها ان اللي فيه ده سم مش دواء كحه. واثبتت ده، وكمان مينج اكدت على كلامها ان مديحه قالت لها انها هتقتل تشاو بالشاي، بس كانت فاكراها لحظه غضب. والان تشاو ما رضتش تسامحها، امر شيوان بطردها بره القصر. وبعدها راحت تشاو لعصابتها وسالتهم هو امتى شيوان قتل عيلتنا. سالت شيوان هو كان فين في الوقت ده، قال لها مش فاكر، يمكن ده كان قبل ما اتولد اصلا. فعرفت انهم كذبوا عليها وبدات تشك انهم مش عيلتها اصلا. وبالليل راحت لاخت شيوان ومعاها ليمان وقالت لها يلا ناكل. والله زي ما بقول لكم كده. في الوقت ده قالت لهم ليمان انها جت القصر هنا عشان تدور على جوزها المفقود وهو شبه تشاو. والله انت اكتر واحده صعبانه عليا في الحوار ده. وكل ده وصاحبنا قاعد بيفكر في الجمبري بالروج، قصدي بالرز. وفجاه جت له تشاو كانت سكرانه، وما فضل ماشي وراها وقعت على دماغها وبدات الذاكره ترجع لها. وراحت لكرسي العرش بتاع شيوان وقالت له انها ملك موشي تشاونان، بس هو اتعامل معاها على انها سكرانه وقال لها يلا بس نتفاهم. وكل واحد فيهم سكر اكتر من التاني وعكوا الدنيا على الاخر. وتاني يوم فاقت وما كانتش عارفه لو شيوان عارف انها ملك موشي هيعمل معاها ايه، هيقلب عليها ولا هيفضل يحبها. بس عملت نفسها نايمه، ولما صحى قال لها ما تقوليش الاسم ده قدامي تاني عشان عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. اما لو عرفت ان العفريت بنفسه جنبك هتعمل ايه؟ وقررت تخفي حقيقتها عنه وتفضل معاه علشان جوازه من ميغ ما يتمش، لان لو حصل مدينتها هتكون في خطر.
وفضلت تغيظ مينجا وتتلزق في شوهان. وفعلا كانت مينغ بتتنطط وقالت له ايه ادى ايه عجبك؟ قال لها والنبي انت اللي عجباني. وراحت لليمان اللي قالت لها على اللي حصل بينهم وبين واحد من العصابه اللي فاكرهم اهلها، فنصحتها انها ترجع لمدينه موشي وتدور على حد تحبه وتفكها من الملك اللي مش معبرها ده. وراحت مسحت بكرامته الارض عشان يستغل انها سكرانه وبسها، ورجعت قالت له ياخد باله منها ولو حصل لها حاجه هتنفخه. في الوقت ده كان المبعوث مع اخت مينجا وقال لها تتلحلح كده وتتجوز شيوان بسرعه، وكان باين عليه انه بيحب تشاو. في الوقت ده جت رساله لشوهان من مدينه المبعوث الاجنبي، قالوا له ان تشاونان هيتجوز وده ممكن يعرض شعبه للحرب، فقرر يتجوز مينجا وتشاو في نفس اليوم. ده كان راي تشاو اللي قالته لشوهان يعرضوا عليهم علشان يعرف هما جايين فعلا للتحالف ولا الهدف تهني، وموافقتهم هتبين ده. وبالليل شاف القاتل تشاو وهي في شكل الراجل، فقال بس بدور عليك من زمان، وطلع يجري وراها يقتلها، لكن اكتشفت انه مش بيشوف وده بسبب اللي عملته فيه اخت شوان. فطلعت تجري في القصر وتقول حرامي حرامي يا خالي ياهو، فخرج لها بدل الواحد اتنين. واما شوان شاف القاتل لا هو نفس القاتل اللي كان بيدور عليه قبل كده، وبدأ الحرس يهاجموه، لكن اخت شوان اتدخلت فاستغل القاتل الفرصة وهددهم بيها وخدها ومشي. تخيل اعمى اخدها من وسطهم من غير ما حد يعوره نص تعويرة، لا رجولة. وكان الكل مستغرب من موقف اخت شوان لانها راحت معاه من غير ما تخاف، وتوقعت تشاو انها تكون عارفاه وشوان كان متأكد من كده. وفي الوقت ده كانت اخت شوان مع القاتل واتضح انهم بيحبوا بعض، وهي عملت كده علشان تنقذه من حراس اخوها. والقاتل صمم يرجعها للقصر تاني علشان كانت مصابة وهو مش هيقدر يعالجها، وعلى الرغم من ان ده هيعرضه للخطر بس الحب بقى دايما ممرمط صاحبه كده. وبعدها حبسها شيوان علشان ما تروحلوش تاني، وقال لها انه ما ينفعش تحب واحد زي ده. وراحت له تشاو وحاولت تقنعه ما يبعدهمش عن بعض، وسألته لو عرف انها فيه مش اللي بيحبها وانها تشاونان مثلا هل هيفضل يحبها؟ بس السؤال كان صعب وما ردش عليها. قامت سايباله القصر كله ومشيت وفضلت في الغابة تسكر، ومن حظها الهباب طلع عليها ناس عايزة تقتلها، بس شيوان كان عارف وراح لها انقذها. فقالت له بقول لك ايه يا عسل، اما تعرف انت بتحبني ولا لا بتعالى دور عليا. فقال لها انه بيحبها حتى لو كانت كلبة. قد ايه انت وسخ وحنين. ويرجع تاني القاتل لاخته علشان تقدر تاخد العلاج وتخف. في الوقت ده رجعت تشاو لعصابتها، ولما سالوها هي تتجوز شيوان فعلا علشان بتحبه ولا عشان انتقامهم، قالت لهم هي عارفه هي بتعمل ايه زي ما هي عارفه انهم مش اهلها وضحكوا عليها. وقام واحد منهم مثبتها بخنجر وقال انها لازم تموت علشان ما تقولش سرهم. بس على مين؟ دي ملك الدوله يا مهزئين. وعرفت منهم بعد كده ان اللي مسلطهم يقتلوا شيوان هو جنرال جين اللي هو جنرال بتاعها اصلا. رشا كل واحد فيهم ببيت وفلوس، واللي مش هينفذ اللي هو عايزه هيقتل له عيلته كلها. فقالت لهم ما تقلقوش وانها تعرف الملك تشاونان وهتخليه يؤمر الجنرال انه يطلق سراح عيلتهم. وما رضتش تقول لهم هي مين. وفي الوقت ده كان شيوان جايب تاني القاتل وبيقول انه سابه علشان صحة اخته وعشان متعلقة بيه. ولما سأله مين اللي بعته علشان يقتله قال له في الوقت المناسب هتعرف. وبالليل تشاو كمان سألته مين اللي بعته يقتلها، فقال لها انه مش هيقدر يتكلم دلوقتي، وقال لها قدامك شهر لو ربنا نجدك وما متيش على ايد شيوان هتموتي على ايدي. وتاني يوم راحوا كلهم السوق، وكان باين على شيوان انه بيغير على تشاو من المبعوث، وفي نفس الوقت كان موصي الحارس بتاعه يراقب كل تحركات المبعوث، بس هو كان قاطع اللي بيحصل وقدر يفلت منه. وفي الوقت ده كانوا الباقيين قاعدين في مكان يتغدوا وسمعوا الناس بتتكلم عن تشاو وبيقولوا انها حتة خدامة حقيرة حملت من الملك شيوان علشان يخليه يتجوزها وهو بيتجوز الاميرة مينغ. وكانت تشاو سامعة كل ده وهتنفجر من الغيظ، وعشان تشاو حبايبها ياما قامت اخت شيوان ومسحت بكرامتهم الارض وقالت لهم انها اخت الملك والملك بنفسه اللي بتتكلموا عنه قاعد وراكم. بس ابننا كان حكيم وقال لهم انه هيعرفهم على الاخت التالتة تشاو اللي هم بيتكلموا عنها وحش، وخدها على الملأ وقال ان هو اللي وقعها في حبه وانها غيرته للاحسن مش حقيرة زي ما بيقولوا، وعايزكوا زي ما بتحبوني وتحترموني تتعاملوا معاها كده، واي اهانة ليها تعتبر اهانة ليا. وادها واحدة بحبك راح قلبي قدام الكل والحب ولع في السوق. ورجعوا القصر وكانت مينغ متعصبة من اللي شيوان قالوا لتشاو، وقالت انها تقتل تشاو قبل الجواز، وقررت تحط لها دبوس مسموم من اللي هتلبسه في الهدوم اول ما يشكها تموت على طول. في الوقت ده كانت تشاو مع العصابة
وطلبت منهم ياخدوا الرسالة دي يودوها لجنرال فو، وهو أول ما يقرأها هيطلق سراح عيلتهم. وبعدها راح منهم يقابل الأميرة مينج اللي قالت له إن الفستان بتاع الزفاف يا عيني اتقطع، وفضلت تتدحلب عليه هي والخدامة بتاعتها لغاية ما اقترحت الخدامة إنهم يبدلوا فستان مينج مع فستان تشاو. في نفس الوقت كان المبعوث بيتفق مع ناس يوم الزفاف يحاصروا مدينة شوان من كل حتة بره وجوه، وشكله كده ناوي شوان على نية سودة. لكن على مين؟ ده احنا في الشر معلمين. تشاو في اللحظة دي قدرت بذكائها تكتشف وهي بتفتح هدايا الجواز اللي جاية لشوان إن في حركة غدر كبيرة بتحصل في المملكة. فقال لها يا بنتي يا قروبة نرجع بقى لفستان تشاو اللي فيه دبوس مسمم. كانت ليمان بتجربه علشان عجبها قوي، وفجأة حاجة شكتها بس هي ما اهتمتش والدم بدأ يخرج من بقها. ولما جت تشاو شوان اكتشفوا ان الدبوس اللي في الفستان اللي عمل فيها كده. وفجأة اعترف الشخص اللي غير الفستان ببعضه على اللي حصل، وان الاميرة مينج هي السبب في كده. وماتت ليمان وكانوا بيتخانقوا مين اللي هيقتلها، فقالت لهم تشاو محدش يلمسها والجوازة هتتم. في نفس الوقت راح المبعوث لمينج وقال لها انت مش راضية تبطلي مشاكل وده هيبوظ خطتهم، وبسببها طلب من الجنود يوقفوا خطتهم. جت ضربة في دماغه ما نطقش بعدها وجه يوم جوازهم، وبدأت الخطة تتنفذ. وكان شيوان مش معبر مينج خالص وكمان رفض يتجوزها. ولما اعترضت على اللي بيحصل واجهها هو وتشاو بكل اللي عملته. وكانت مينج مفكرة سيطرت على المدينة خلاص، وجت تسقف للحرس بتوعها لقيت ان كل حاجة اتقلبت عليها وخطتها باظت. ده انت هتتسقف على قفاك دلوقتي. وكانت خطتها انها تسيطر على مدينة شيوان، بعد كده تحتل مدينة موشي عصفورين بحجر واحد. بس شيوان اداها الكبيرة وقال لها ان والدها مات ودلوقتي اخواتها بيتعاركوا مين هيمسك مكانه، وفضلت تبوس الايادي عشان يسامحوها. وفجأة راح على تشاو وحطت على رقبتها السكينة وقالت لهم يجهزوا له حصان تخلع بيه. لكن تشاو ما كانتش خايفة وما ساعدهاش شيوان لانه عارف ان تشاو عايزة تستفرد بيها لوحدهم بره. ولما خرجوا فضلت تضربها لغاية ما ماتت، واعترفت لها وهي بتموت انها تشاونان سيدة قلعة موشي. وتاني يوم عرف الجنرال كو ان تشاونان لسه عايش وكمان مع الجواسيس اللي بعتهم لمدينة شوان. في الوقت ده كانت تشاو مع شيوان في القصر واقنعته يبعتها لمدينة موشي علشان تتفاوض مع اخوها تشاونان ويعملوا تحالف بين البلدين، وده في مصلحتهم اكتر من الحرب. وفهمته انها اخت تشاونان سيدة مدينة موشي، وفعلا وافق. ده انت مش سهلة. رجعت تشاو لمدينتها تاني وعرفت اخت مينغ انها ماتت وقررت تنتقم لها. واللي ما يعرفش اخت مينغ دي بقى اكبر حرباية في الدنيا، ما عندهاش رحمة، ما بتتعاملش غير بالضرب والقتل. واما كانت تشاو في طريقها الموشي كانت عصابتها متفقة تقتلها بامر من الجنرال فو اللي رفض رسالة تشاو اصلا، وهددهم انهم لو ما قتلوش المبعوث اللي بعته شوان هيقتلوا عيلتهم برضه. فشربوها ميه فيها مخدر. لكن في الاخر لحظة قرر واحد من العصابة يقول لها ان الجنرال رفض رسالتها وقال لهم يقتلوها. وسألوها كل الناس عايزة تقتلك، فقالت لهم بصوا يا حبايب قلبي انتوا كده كده ما بقيتوش اغراب، انا تشاونان سيد قلعة مدينة موشي وجنرال والكل عايز يقتلني عشان ياخد العرش. فقالوا لها ما تحوريش، ملك موشي راجل مش ست. فحكت لهم قصتها مع والدها وانه خبى عن الشعب كله ان اللي اتولدت بنت مش راجل، وطلعت لهم القلادة اللي بتثبت كلامها. واتفقت معاهم انهم يروحوا يقولوا للجنرال ان المبعوث اللي معاهم اسمها كوسان وهي زوجة شيوان المستقبلية وبيحبها جدا وبينفذ لها اي حاجة تقولها. واغرب الكلام ان اكيد طموحه مش يكون سيد قلعة موشي بس، وانه لازم يستولي على مدينة شيوان كمان. وكل ده كان من ترتيب الأروبا تشاو. وكمان سلموا الجنرال جثتها وهي في شكل تشاونان سيد مدينة موشي. وطبعا العبيد صدق والطمع عماه وقال لهم يحرسوا التابوت اللي فيه جثة الملك تشاونان. وكمان طلبت من المبعوث يروح للجنرال ويحاول يخدعه. وبعدها جاله هو عشان سمع انه جامد جمودية. في اللحظة دي دخلت عليهم تشاو في شكل كوسان حبيبة الملك شوان. واول ما شافها الجنرال رفع سلاحه عليها. نزل يا بابا البتاع اللعبة اللي في ايدك دي، ده انا نص اعداء شوان مقتولين على ايدي وثبتته. فامر حراسه يرتبوا لها اوضه ضيوف، بس لقاها بتأدي طقوس موت اخته. فعرف منها ان اخته كانت صاحبتها في مدينة شوان لانها كانت دايما شايفاها شبه جوزها تشاو. فطلب منها تقلع القناع اللي على وشها. واول ما شافها هو كل اللي واقفين انصدموا من الشبه الكبير اللي بينها وبين تشاو. امال لو عرفت انها تشاونان نفسها. وبعدها راح لاوضتها وبدأت تغير هدومها
كلها وتتحول لتشاو الملك. فكان الجنرال رايح للعصابة عشان يشوف التابوت، وحاول المبعوث انه يعطله شوية عشان تشاو تلحق توصل للتابوت، والحمد لله ربنا سترها ولحقت توصل قبل الجنرال. بس كان شاكك برضه ان هما الاتنين واحد، واخد واحد من العصابة وسأله هما يعرفوا كوسان منين وتعرفوا تشاو منين علشان تقولوا انهم شبه بعض. فبدأوا كلهم يحوروا عليه ويقولوا له انهم اكتشفوا الشبه بالصدفة، اما شافوا واحد في السوق شبه كوسان بس هو راجل، لغاية العبيط ما صدق والعبط كتير قوي في المدينة. وبالليل كان شيوان والمساعد بتاعه عرفوا ان الجنرال فو هيعمل عزومة كبيرة على شرف كوسان والمبعوث الاجنبي، ففكر يروح لها موشي بس بطريقته، فرشى البنات اللي هتروح ترقص في العزومة مقابل هدومهم. يا ريتك ما فكرت، عجبك التهزيق اللي انت فيه ده. وتاني يوم في مدينة موشي راحت العصابة تقتل تشاو، ومثلوا انهم وحشوا بعض وبيعملوا كل ده عشان عارفين ان الجنرال بيراقبهم. وطبعا ده كله من خطتها عشان الجنرال يصدق ان كوسان مش الملك تشاو نهن. ومش محتاج اقول لك عزيزي المشاهد انه صدق، بس ما صدقش قوي، حقه ده انا نفسي صدقت تمثيلهم. بس بالليل ادى حتة مفاجأة وجاب لها التابوت عشان يوريها الشبه بينها وبين الملك تشاو اللي في التابوت. يا وقعتك السودا يا تشاو، خلاص اتكشفنا. وحاولت تشاو انها تخلع من الورطة دي، وقالت له طب ينفع اجي اعمل معاهدة سلام بين البلدين توريني جثة؟ قال لها يا نوحي يا نوحي انتي خايفة؟ ده انتي نص اعداء شيوان مقتولين على ايدك. فدخل المبعوث يانج في الوقت ده، وبدأوا الاتنين يلقحوا على بعض بالكلام، ويستفز يانج الجنرال عشان يفتح التابوت ويوري له تشاو. وترد تشاو وتقول له عايز تعلن خبر موت الملك تشاو عشان يحصل فوضى في مدينة موشي وانت وبلدك تستغلوا اللي بيحصل. وطبعا كل ده اتفاق بينها وبين يانج علشان ينقذوا نفسهم من الورطة دي. وفعلا خطتهم نجحت، وده خلى الجنرال ما يفتحش التابوت وقال لهم غوروا على قواتكم مش عايز وش. ورجعوا للعزومة، وهنا كان الضحك كله، قصدي المفاجأة كلها، اما شافت تشاو الملك شيوان وهو متنكر في شكل رقاصة. ويانج غلس على شيوان وقال له تعالى يا بطة، والجنرال جاب لها رجالة يخدموها وقال لها عيش حياتك شيوان العبيط مش هيعرف، ده انا هطلع عبط اهلي عليك دلوقتي. في الوقت ده كان واحد من العصابة مش عارف هيجيب جثة منين يحطها في التابوت بدل تشاو، فماشي يقول يا رب جثة لواحد مغمى عليه، وده اخو الجنرال الصغير، فرمى من فوق السور علشان ياخدوا القصر، فخبط في مديحة واغمى عليها. وبعد كده بدل ما ياخد جثة اخو الجنرال اخد مديحة. نرجع بقى للعزومة الغريبة بتاعتنا، لا اللي غار فيها شيوان على تشاو من الرجالة اللي حواليها ونسي انه متنكر ورايح قال ايه يضربهم، بس المبعوث انقذه من العبطه قبل ما يعمل حاجة وخده بره، وقال له يمسك عرق الرجولة ده شوية عشان ما نتسلوحش كلنا. في الوقت ده الجنرال اخد تشاو ورجعها لاوضتها، وكان بيبص لها بنية حمد الوزير جرأة يا شباب، هي ما بتحلوش في عينيك غير وهي سكرانة، بس ازاي دي حتى وهي سكرانة محدش يقدر يضحك عليها، ومشيته بالطريقة. وده خلاها شيوان بعد كده وسألها هي ليه قاعدة في قصر الجنرال مش قصر الملك، وقالت له انها عايزة تتقرب من الجنرال علشان هو قريب من الملك وهيقدر يقنعه بمعاهدة السلام، وقال لها تاخد بالها من نفسها. وسألته لو واحدة بتحب واحد بس كانت كذبت عليه في حاجة، هل لو صرحته بالكذبة ديت هيسامحها؟ فقال لها لو الكذب ده كان لمصلحتهم هيسامحها. في الوقت ده كانت العصابة عرفت ان اللي في التابوت مديحة. يا شيخ احنا طردناكي من القصر كله جاية ورانا هنا كمان، فكتفوها ورماها في الدولاب. وتاني يوم قالت تشاو للجنرال ايه مش هنشوف الملك تشاو عشان اعرض عليه معاهدة السلام اللي جاية عشانها؟ قال لها انه تعبان بس شوية واول ما يخف هتقابليه. وفجأة عدى واحد من الخدم وفكرها الملك تشاو، واما شاف الجنرال المشهد ده فكر انه يعرض على كوسان انها تعمل نفسها الملك تشاو. وفي يوم في مدينة شيوان ظهرت الحرباية اخت مينج الاخت شيوان في السوق، وعملت نفسها فقيرة وقالت لاخت شيوان انها اخت مينج، وان من وقت ما والدها توفى اخواتها اتخانقوا على العرش وطردوها بره المدينة، وقررت تيجي لاختها في شيوان بس عرفت انها ماتت، ووصل بيها الحال انها تكون فقيرة وقاعدة في معبد مهجور. فالعبيط اخت العبيط صدقتها وكمان عرضت عليها تيجي تقعد في بيتها، وده اللي الحرباية كانت عايزة توصل له. واتضح بعد كده انهم قايلين لكل الوزراء واللي في المملكة ان الملك تشاونان تعبان ولما يخف هيقابلهم وهو اصلا مش موجود. واما قالت لتشاو على اللي الجنرال عايز يعمله قال لها بطلي عبط وارجعي معايا القصر. قالت له صلى على النبي بس يا سي شوان احنا عايزين نعرف هو ناوي على ايه بالظبط. وفضلت تدلع عليه وتتمايل لغاية ما وافق. وبعدها شافت تشاو مساعد
بتاعت الجنرال وهو رايح يدي فلوس كتير لحد من الوزراء، واما سألته قال لها دي هدية من الجنرال للوزير، فعرفت ان حد من الوزراء مشترك معاه في خطته الشمال، فقرر شيوان والمبعوث يدعبسوا ورا الجنرال لغاية ما يمسكوا وراه اي حاجة تدينه. ففعلا راحوا يدوروا في المكتبة بتاعته، وهناك لقي شيوان دفتر حسابات كلها رشاوي من الجنرال لاسماء وزراء كتير، فقرر يعمل نسخة من الدفتر ده ويرجعه مكانه علشان محدش يشك فيهم. في الوقت ده دخل عليهم واحد من العصابة وقال لهم ان تاني اتمسك من حرس الجنرال، فراحت تشاور الجنرال تقول له ان تاني يخصها ولازم يسيبه، وقال لها من العندي قبل العندي بشرط انك تسمعي كلامي وتعملي نفسك الملكة شاونان قدام الكل وتعلني استقالتك وياخد هو العرش مكانها. مساومة بمساومة بقى هعمل لك اللي انت عايزه بس اشوف تاهن. في الوقت ده قلقت اخت شوان على تان حبيبها، فراحت قصر الجنرال وطلبت تقابل تشاو عشان تدور لها عليه، بس طلع لها مساعد الجنرال وكان ناولها نية شمال وما يعرفش انها اخت شوان. وبالليل عرف شوان ان اخته مش موجودة في القصر، فخرج هو وتشاو يدوروا عليها، ومن حظهم الهباب كانت مديحة قدرت تهرب من العصابة وهي بتجري شافت شوان، فقالت شوان صاحب الجلالة يا شيخة فضحتينا الله يفضحك. وكان الجنرال معدي وسامعهم، بس العصابة لحقتها وقالوا له انها بنت خدامة مجنونة بتحب الملك ده، حتى افتكرتني الملك تشاو وخدوها ومشيوا. وهو عشان جنرال عبيط صدق العبط كتروا في القصر، وفجأة سمعوا صوت اخت شوان وهي بتصوت وبتقول الحقوني، فجه الجنرال على صوتها تاني ايه ده اخت شوان، هو انا كل شوية يجيلي واحد تبع شوان؟ لا ده انا اكتب القصر باسم شوان واريح نفسي بقى. وكان عايز يقتلها، فقالت له تشاو طب يبقى حد يرمي الشعرة منها، ده انا هديلكوا القصر ده بقصر الملك على دماغكوا واحد واحد، وانا بتحداك ليك شوف حاجة. قال لها يا عليك يا تشاو يا شيخة انا بنكش، بس انا شايف ان الوقت متأخر وانت لازم ترتاحي شوية. ولما رجعوا لأوضتهم طلب شيوان من اخته انها ترجع القصر، قالت لهم عظيم بيمين ابدا رجلي على رجل الولد بتاعي مش ماشية غير وهو معايا. وجات مديحة في الوقت ده وقالت لها تشاو من يوم ورايح انت خدامتي وشيوان خدامي، ومحدش هيتعرف على هويتكم الحقيقية الا والله اخليكي ما تشوفي بلدك تاني ماشي يا ديحة. وجه اليوم اللي اتحولت فيه كوسان للملك تشاو، وفجأة لقوا ناس بيجروا ورا رو والمساعدة بتاعتها وعايزين يقتلوها، لكن الكل متنح وفاكرينها الأميرة مينج اللي ماتت. بس شيوان قال لهم انها الأميرة رو اخت مينج التوأم، وافتكرت تشاو كلام مينج عن اختها قبل ما تموت وقالت لها ان اختها مخيفة وشريرة وترجع تنتقم لها، ده طبعا عكس اللي حكته رو لاخت شوان. فطلبت تشاو ان محدش يعمل الحرس حاجة وانها عايزة تشوف رو هتاخد وقت قد ايه عشان تموت، فضحت رو بمساعدها وكمان خلت واحد من اللي واقفين يقتلوها، وكل ده كانت تمثيلية عاملاها رو، وان الناس اللي عايزين يقتلوها دول اتباعها اصلا، عملت كده علشان يصدقوا انها غلبانة وملهاش في النوش. لكن تشاو ولا تهزلها شعرة، وبالعكس راحت قالت لها انا قتلت اختك عشان نيتها من ناحيتي كانت وحشة، لو طلعت انت كمان زيها هندمك انك اتولدتي. وراحت تشاو تسلم على المساعد العجوز بتاعها وعرفته على عصابة وشوان انهم الخدامين بتوعها وانهم لقوها ما ضاعت وعملوها احسن معاملة. فقال لها امال مين الولد ده الامور اللي ما شالش عينه من عليكي؟ قالت له لا فكك ده واحد من معجبيني بالله شوية. وكان شوان مستغرب هو ازاي ما شكش فيها اللحظة كده. وبعد ما مشي اتفقت تشاو مع شوان انه يبعت جنود من عنده عند حدود القصر علشان الجنرال يشك ان مدينة شوان هتهاجم موشي قريب. في الوقت ده كان شوان بيقول لتشاو انه بيكره الملك شاونان قوي ونفسه يقتله. سبحان الله من ضمن خلق الله كلها اللي مراته شبه عدوه، فتوهت في الكلام وقالت له ايه الريحة المعفنة دي روح استحمى. تصدق انا راجل معفن فعلا اني سايب قصري وجاي وراكي؟ في الوقت ده راح الجنرال لتشاو وسألها عن السبب اللي خلى شيوان يبعت الجنود على الحدود واتهمها انهم عاملين مؤامرة عليه، فقالت له احنا في حالنا وانا معاك في القصر، لو حصل هجوم هتقتلني. واقترحت عليه انه يبعت الجنود اللي في المدينة للحدود علشان يقاوم جيش شيوان، لكن الجنرال مرتاح لهاش فجاب اتنين من العصابة وهددهم بقت لعيلتهم لو ما قالوش ايه المؤامرة اللي بتحصل من وراه. فواحد منهم اعترف له وقال انهم عملوا كده علشان يبعدوا جيشك عن القصر، فقال بس لعب بلعب الشاطر يكسب، وقال للمساعد بتاعه ينشر خبر ان الجيش راح للحدود بس الجيش هيكون برا قاعة القصر ككمين لو حصل اي غدر من تشاو. في الوقت ده فاقت رو وكان
وكانت عارفة ان اللي قدامها كوسان متنكرة في شكل الملكة تشاو، بس مش هتقول لحد. فقالت لها تشاو انها هتديها فلوس بعد ما تخف عشان تمشي، والحنينة بتاعتنا بقى تسكت. لا، طلبت من تشاو تسيب رو تبقى الخدامة معاهم هنا. اي حنيتك دي هتلبسنا في الحيطة يا غالية. وبعدها راحت تشاو للعصابة وقالوا لها على اللي حصل، وكمان عرفت خطة الجنرال وان محدش من جيش شيوان هيدخل موشي بكرة. فطمنتهم ان محدش هيقدر يأذي عيلتهم، وان في حد تبعها بيحميهم وما يهزهمش اللي سمعوه. وراحت تشاو لقاعة الاجتماعات، ووصل الجنرال متأخر. فقالت له ايه يا حنين متأخر على الاجتماع ليه؟ قاعة ابوك هي. قال لها انه سمع انها تتنازل عن العرش، وكل الوزراء كمان عرفت بالخبر. قالت له مين؟ ازاي؟ فين؟ انا يا ابني قلت كده. وجابت له صندوق في الرسائل اللي وزعها على الوزراء عشان يقول لهم ان الملك تشاو هيتنازل عن العرش، وطبعا كلها بخط شيوان عشان يستولي على بلدهم. فقام قالب عليها وقال انها كوسان مش الملك تشاونان، وطلعت له قلادة الملك تشاو اللي تثبت انها الملك مش حد تاني. فقال فضيحة بفضيحة، اللي قدامكوا دي واحدة ست مش الملك تشاو بتاعنا. وبدأ كل اللي كان فاكرهم معاه يغدروا بيه واحد ورا التاني، حتى المساعد بتاعه اللي اتفقت مع تشاو انها تجوزه اخت شوان اللي عجباه، وكمان هتخلي الجنرال مكان فوق بدل ما هو حتة لعبة في ايده. انا لو منك اموت دلوقتي واخلص. وفجأة اغمى عليه بسبب المنوم اللي حاطته له في العصير. وبعدها طلع مساعد الجنرال مرسوم من شوان ليه انه هيتجوز اخته، والعابد صدق انه كده هياخد مكان الجنرال. بس لقى الكل بيتهمه بالخيانة لانه رايح يتجوز اخت عدوهم، فاتقبض عليه بتهمة الخيانة. سبحان الله، صورة طبق الاصل من العبيط رئيسه. وبعدها راحت تقعد مع الحلو بتاعها ولسه هتحبي فيه. قال لها ايه مش هترجعي معايا بقى؟ انت خلاص حليتي ازمة موشي، وللعكننة دي بقى اديني فرصة افكر. وبعد ما سابها راح قعد مع المبعوث وسأله لو عرفت ان كوسان مش كوسان وانها اكتر حد بتكرهها تفضل تحبها. ما ردش عليه وقال له روح شوف رو زمانها فائت. ولما راح لها حكت له على اللي حصل في البلد بعد ما والدها ما مات، وطلبت منه يرجع معاها لتيان. فقال لها انه هيفضل جنب تشاو هنا، وانها ما كانتش بتلعب دور الملك ولا حاجه، هي الملكة تشاو فعلا مش كوسان. في الوقت ده كافئت تشاو الثلاثه اللي ساعدوها وادتهم هدايا كتير غاليه وشكرتهم على اللي عملوا معاها. وبعدها فضلت تتدرب على طريقه تقول بيها لشوان على حقيقتها لغايه ما جه المبعوث وقال لها اجمدي كده وخليكي واثقه فيه، خصوصا ان قرر يرجع بلده. وسابها وراح لشوان يودعه وقال له ياخد باله من تشاو ومهما حصل ما تزعلش منها واعرف انها بتعمل ده لمصلحتكم. فبدأ شيوان يفكر كلام تشاو وهي بتسأله لو طلعت حد تاني هيفضل يحبها ولا لأ، والشبه الكبير اللي بينها وبين الملك لدرجة ان محدش قادر يشك فيها. وتأكد انها فعلا الملك تشاونان اللي بيكرهه. فراح لها في الوقت اللي كانت بتحضر نفسها عشان تقول له قام مفاجئها انه عرف الحقيقة، وقال لها انها كدبت عليه من اول مرة شافها فيها. فقالت له انها كانت فاقدة الذاكرة، واول ما رجعت لها الذاكرة كانت عايزة تقول له بس كانت خايفة تخسره. وقالت له ان يوم ولادتها والدها ما كانش بيعلن الحرب عليهم بس دق الطبول علشان يدعم امي في ولادتي. بس للاسف شيوان مش مصدقها، قام سايبها وماشي. وكانت رو في الوقت ده بتتدحلب وتتمسكن عشان ما تسيبش المدينة، لكن المبعوث كان مصمم يمشوا. لكن لما شاف شيوان مشي وساب تشاو. بعد ما اعترفت له بالحقيقة قرر يرجع لها، وهناك قالت لهم رو انها عندها خطة ترجع بيها شيوان لتشاو. والله انت حرباية هتلبسيهم في قطر. بس المبعوث ما كانش مرتاح لها وعرف من تاني ان سمع حراس القصر بيتفقوا مع رو على حاجة. في الوقت ده سمع شيوان الحارس وهم بيقولوا انهم هيقتلوا تشاو بالليل. فطلع الاتنين يجروا عليها ووصل شيوان ليها وانقذها منهم. فقال الحارس ان رو قالت لهم يستخدموا خنجر مزيف علشان يخوفوها بس، وحس المبعوث انه ظلمها فراح يتأسف لها وعملت نفسها مظلومة. صالح شيوان مع تشاو ما كمل اول الدراما دي بقى. وتاني يوم عرف ان رو تعبت وقال لهم المبعوث ان عندها مرض من صغرها اما بتزعل بيغمى عليها، بس المرة دي شكلها هتموت قريب. وكان الكل متعاطف معاها الا شيوان وتشاو كانوا بيحذروا منها. بس فجأة جالهم جواب من مدينة تيان بيأكد كلام اللي قاله رو لاخت شيوان انها انطردت من اسرها بعد ما والدها مات، وصدقوا بكده انها غلبانة ويعني ومظلومة. وجات المساعدة بتاعت مديحة تقول لهم انها اتهانت واتبهدلت ودورت عليها في كل مكان، فدخلتها القصر وشغلتها خدامة عند رو لغاية ما تخف. وما تعرفش ان مساعدتها شغالة من 10 سنين لحساب رو واختها
لها مينغا وكل اللي حصل من خطتهم. وتاني يوم عرفت تشاو ان الجيش السماوي لمدينة تيان جاي الموشي وهتبقى عركة للركب، وكل الوزراء كانوا مستنيين تشاو تاخد قرارها، لكنها كانت خايفة ومش عارفة تعمل ايه. بس ازاي وشوان موجود قال لها تجمد كده لانها مش جنرال بلد واحدة، ده هتبقى جنرال الاعظم لثلاث دول. وعرف من الوزير ان جيش شوان دمر مدينة تيان وجاي يضرب بلدهم وهي ساكتة عشانه، لكن شوان نفسه ما يعرفش حاجة عن الكلام ده. كل ده كان من ترتيب راس الحية رو اللي حاولت تقنع المبعوث تبقى معاها، لكن كده كده الدولة بتقع. وبالليل قرر شوان انه يسيب موشي ويرجع يشوف حل قبل ما الجيش السماوي يوصل، وراح يودع تشاو. فقالت له انا ناقصة يا ابني انت كمان ماشي، لكن ما فيش في ايدهم حل غير كده. وتاني يوم كانت تشاو بتحلم ان العصابة قتلت شوان، بس صحيت لقيته جنبها وعامل لها الفطار، وقرر ياخد باله منها اليوم كله قبل ما يمشي. وجي واحد وقال له انهم عايزينه في موضوع، ولما راح كان الحلم حقيقة اتكتروا عليه وقالوا له انهم عايزين يقتلوه علشان ينقذوا تشاو منه. بس هو ما كانش خايف لان نيته من ناحيتها مش وحشة وبيحبها، فقال لهم يلا اللي عايز يقتلني يفرجني. وكانت تشاو حاسة فطلعت تجري على اوضتهم، لقيته سليم وتان والمبعوث انقذوا منهم. فقالت لهم انها قررت تسيب موشي، وراحت مديحة مدمغمش فيها قالت لخدامة رو ان تشاو هتتسحب من المدينة، فطلعت تجري تفتن لرو الحربية. فقالت لها ده انا اخرج الجنرال من الحبس وتبقى سواد عليكم، ما هو اصل دخول الحمام مش زي خروجه. وانتشر خبر في البلد ان ملك شيوان موجود في مدينة موشي، وكان الشعب كله غضبان من تشاو. وقرر الجنرال ان بوابة المدينة تتقفل علشان تشاو وشيوان ما يقدروش يهربوا. ولما عرفت تشاو باللي حصل قالت للمساعد بتاعها يعمل اجتماع هتعلن فيه استقالتها، وطلبت من شيوان يروح يستناها عند بيت واحد من العصابة، واول ما تعلن استقالتها هتجيله. في الوقت ده كان المبعوث عنده رو ولقاها لابسه لبس ملكي وعرف حقيقة الغل اللي جواها، وقبل ما يروح يقول لتشاو جم ضاربينه على دماغه. وفي الاجتماع طلب الوزير من تشاو انها تسلم لهم شيوان علشان هو عدوهم وهيقتلوه. فقالت لهم تقتلوا مين يا غجر، انا بحبه واللي هيقدر يعمل حاجة يوريني جمال خطوته. دخل سيحزومبل بتاعنا قصدي جنرال وقال لها تسلم له شيوان والا هيقتلها. قالت له على جثتي اهبل انت. وفجأة وصل شيوان قال له اقتلني بس سيب تشاو تمشي، وما استناش قام طلع السكينة وضرب نفسه بيها. يا اخي يخرب بيت الحب اللي بيموت صاحبه كده. وطبعا ما ينفعش الا لما الحلوة دي تعدي من غير راس الحية بتاعتنا. وتخيل بقى ان ملوك الثلاث دول الاعداء متجمعين سوا وعرفوا ان رو هي السبب في انهم يقتلوا بعض، وان الجيش اللي جاي ده تبعها مش تبع شيوان زي ما اتقال لهم، واعلنت الحرب عليهم. وبدأ الوزراء اللي كانوا بيقولوا لتشاو امشي يا فاشلة يقولوا لها اتصرفي يا نبغة يلا ملناش غيرك. بس هي تقريبا كده رو اطلقت سهم الاشارة لجيش شيوان مش جيشها، وده لان واحد من عصابة تشاو بدل الاسهم ببعضها. فقالت لها تشاو بقول لك ايه، انت تيجي ناكل اي حاجة على روحك علشان كمان شوية هيبقى الله يرحمك. وجالها خبر في الوقت ده ان مدينة تيان اتدشملت وجيش شيوان علم عليهم، ومن اعمالكم سلط عليكم يا حربهية نحترم نفسنا نطلب السماح. لا فضلت رو تغري الجنرال فوق انه لو ساعتها تديله بلد من التلاتة. فقال لها بصي انا فيا كل وسخة الدنيا بس عمري ما اخون بلدي، بينا على الحرب يا رجالة. وحتى موت شيوان كان خطة عملناها سوا علشان يقنعوا الوزراء ان شيوان مش عايز يأذيهم ولا ناوي حتى. وبعدها راح شيوان علشان يرضى على المبعوث انه يبقى ملك لدولة من التلاتة اللي سيطروا عليهم. فقال له انه عايز يعيش في راحة بال ويضمن السلام لعيلته بعد كده، وعرض عليه فكرة ان يضم الثلاث مدن وتبقى مدينة واحدة بدل جو الصراعات والوش ده. وودع ومشي، وراحت مديحة لأهلها معاها العجوز وحبيبها. وتان رجع له نظره واتجوز اخت شيوان في نفس اليوم اللي اتجوز فيه شيوان من تشاو. وانتهت الحرب بين الدول وعاشوا في تبات ونبات وربنا رزقهم بولاد. وانتهت القصة. اتمنى تكون عجبتكم وانتظروني في الملخصات اللي جاية. لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.